شباب وآراء. معنا الأستاذ محمد عمر، هو مطرب وممثل جميل قوي. احنا هنعرف قد ايه جماله، قد ايه فنه الجميل. اهلا وسهلا بيك استاذ محمد. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك استاذ محمد، مطرب وممثل وشاب تلتحق حاليا بالجامعة المفتوحة في المنصورة ان شاء الله. بعيد عن العملية التعليمية، عاوزين نتكلم على الموهبة اللي ربنا سبحانه وتعالى حباك إياها. بداية، موهبة الطرب أو الغناء والتمثيل، أيهما كانت أسبق وكيف اكتشفت هذه المواهب؟ والموهبة من صغري عندي، كان أول موهبة عندي اكتشفتها كانت الكورة. الكورة. فربنا ما وفقنيش في الكورة. وحاولت ان انا اوصل رغم اني كنت بلعب كويس جدا جدا. فهو ربنا ما وفقش. لان انا كان عندي حاجات تانية فكانت مش موفقة مع الكورة. فجت الايام ومرت. جت بتشغلك الدراسة مثلا؟ لا، الدراسة ما كانتش شغلاني قوي يعني. لان هي كانت يعني كنت مفرغ لها، بس الحاجة التانية الكورة ما كنتش عارف اتفرغ لها. بالنسبة كان في شغل جنب الشغل، فكنت موفق بالاثنين دول. الحاجة الثالثة ما كنتش عارف اوفق فيها اللي هي الكورة. يعني لو كنت دخلت الكورة واديت لها وقت، كان غاب عنك الغناء والتمثيل، ولا كنت هتبقى نجم في الثلاثة؟ كان ممكن ابقى نجم في الثلاثة، لان الحاجات ديت انا بحبها من جوايا من صغري. جميل قوي. نعود الى الغناء والتمثيل، اكتشفتها امتى؟ اكتشفتها من عندي 15 سنة. 15 سنة. هل كان في حد بيقوم برعاية صوتك، موهبتك؟ هو مفيش حد قام برعايتي خالص في موهبتي، بس انا اللي اكتشفتها وبقيت يعني بقيت انا اقوي نفسي. طبعا من خلال والدتي، ربنا يخليها لي. هي ليها في الفن؟ لا والله ملهاش في الفن. ولا هي مستمعة جيدة؟ هي مستمعة جيدة جدا للعمالقة القدام. جمهور عظيم. طبعا ناس من اللي هم الخامة الأصيلة قوي يعني. ربنا يخليها لي. أستاذ محمد عمر، قبل ما نكمل معاك كلام، عاوزين نخلي المشاهد متابعك معانا في الفقرة ديت. هتقول لنا ايه؟ نبدأ من الحاجة القديمة والتراثية اللي تملي بنفتكرها ونقول ايام زمان كان الفن فيها يتقل بالذهب. تقول لنا ايه من غنائك؟ انا عرفت ان انت بتأدي شعبي وبتأدي لايف جديد مودرن. نبدأ بأيهم؟ حاجة ليا ولا لحد؟ نبدأ بحاجة لحد. مفيش مشاكل، ممكن نغني لأي حد يشوف حضرتك. حسن الأسمر مثلا في الشعبي؟ مفيش مشاكل. انت يلا عيني ما اتشالتش من عليك، انت يلي بكره مش هيحلى الا بيك، انت يلا عيني ما اتشالتش من عليك، انت يلي بكره مش هيحلى الا بيك. لمرار الانتظار لمرار الانتظار دوتي مر سنين يا عين ونفسي حلي. نفسي نبقى بصراحة عيلة، نفسي شمس عليكي تشرق للصباح ويا قلبي اللي ما نمشي من الجراح. نفسي شمس عليكي تشرق للصباح ويا قلبي اللي ما نمشي من الجراح. لمرار الانتظار دوتي مر سنين يا عين ونفسي حلي ومش هخلي. وحلو يا بنتي كفاك شغوي، يا بنتي جلش مجامك، حلم الليل ده كله عفاريت، ويا بنتي سمي ونامي وليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي وليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي. زماننا زمن الكلوبات والقطر عالسكة ماشي، عشنا شفنا ولد العزبة في ظل فرد الشماسي، وليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي.
الله عليك، ربنا جميل قوي. ربنا يخليك. انا عاوز اقول ان الشعبي بادائه مش بس صوت، لا طبعا. كمان ده اداء حركي، طبعا. وبنشوف انفعال كده بالاداء. مم. انت ما عملتش ده ليه؟ والله انا حسب انا شايف ان الصوت فيه مرونة جميلة، ربنا يخليك. وحاسس انك هتتحرك يعني. ايوه بس هو اللي عباره طبعا المكان شباب وراء، فانا بحاول ان انا شباب. اكون ماسك نفسي برضه يعني، وكل ربنا. مكان ليه وضعه. عاوز اقول ان الاداء الحركي بيساعدك على طبعا. على الصوت، على بيساعدني على الصوت، بيطلع مني اي حاجه بطلعها. يعني مثلا لو انا واقف وفي في اغنيه فيها حاجه قويه، بحاول ان انا اتحرك عشان تطلع كويسه. بتحب ايهما اكتر، الشعبي ولا المودرن الجديد، الشباب الخفيف الايام ده؟ من الغنى اه. والله انا بميل للغنى الحلو، مم. مش شرط ان كان شعبي او كان الموديل، المهم بيغني كويس، المهم يكون شاطر بيوصل المعلومه للمطرب وللمستمع، اسقف له. تمام. هنتكلم على الموهبة، ونتكلم على مساحات الصوت، ونتكلم على اهتمامك بصوتك. هل ليك تدريبات معينة مع نفسك؟ هل في ناس نموذج ليك زي حكيم، زي حسن الأسمر، زي غيرهم، نموذج ليك تملي تحطهم قدام عينك، ولا انت حاسس ان انت لون لوحدك مختلف عن الآخرين؟ هو انا احترامي لهم طبعا، الناس ديت انا يعني لقيت نفسي بسمعهم. مم. طبعا الله يرحمه الاستاذ حسن الاسمر، الله يرحمه. طبعا كان حد جميل. وطبعا حكيم طبعا ده مفيش قول بعديه طبعا. آه، الناس دي طبعا على دماغي، بس المشكله كل واحد لما بياخد لون لوحده بيبقى حاجه كويسه فيه. مم. يعني انا ما بحبش اقلد. لونك ايه؟ زي نقول زي العرب، لونك ايه في الغناء؟ تحب تأدي بطبيعة ايه؟ يعني ايه اللي متميز فيه؟ هل انت متميز في الشعبي اكتر عن المودرن الحالي، ولا ايه بالظبط؟ هو حضرتك انا متميز فعلا في الشعبي، بس عندي اكتر ان انا اتميز في كذا موقف. تمام. طيب عاوزين نشوف معاك دلوقتي لقطات، يمكن دي مفاجأة ليك ومفاجأة كمان للسادة المشاهدين معانا. فيلم انت عملته، نتفرج عليه؟ ماشي يا فندم. نتفرج عليه. ده فيلمك صح كده؟ ايوه يا فندم. تمام. احكي لنا بقى، ده مين اللي معاك؟ ده الفنان الجميل استاذ مصطفى الشامي. تمام. حد محترم جدا وفنان كبير جدا جدا، وانا زادني الشرف اللي هو في الفيلم طبعا. الله. كان ليك دور في الفيلم معين؟ انا شايف هنا في ميه، في حاجه، ده ايه بالظبط؟ هو الفيلم عامة يعني انا دخلت فيه طبعا اختيار المخرج استاذ كريم ثروت، المخرج الشاطر اللي هو يعتبر اكتشفني في التمثيل. انا كان شغلي معاه كان كليب، فهو شاف مني كاريزما اللي انا ممكن ابقى فنان. الفيلم اسمه ايه؟ الكومة. الكومة. دورك كان ايه في الفيلم؟ والله انا يعني مش عشان حاجه، انا احترامي طبعا لاي حد يسمعني، بس يعني هو الفيلم لسه ما خلص يعني، فبحاول ان انا ايه يعني واخد دور بطوله ولا واخد دور ايه بالظبط يعني؟ والله هي لسه ما بنتش الرؤيه لسه. دي اول عمل؟ اول عمل، بس ما بنتش الرؤيه لسه يعني. لسه ما بتنيش خالص، وفعلا انا فعلا ما عنديش معلومات كافيه على الفيلم. اللي انا قال لي انت ليك مشاهد في الفيلم. ما حاولتش اساله، لاني انا بابا عامل زي التلميذ مع المخرج، ما بحبش اسال. دي طبيعه فيا. لازم الفنان المطرب يبقى ليه حظ من التمثيل من وجهة نظرك، ولا العملية دي بتيجي يعني حسب الموهبة برضك؟ لو في موهبة طبعا يستحقها، ما فيش موهبة يبقى ما يضحكش على نفسه. يمكن الجمهور بيشجعه للتواجد في السينما، يعني لما بيكون مطرب ناجح الجمهور بيقبله بأي شكل من الأشكال. طبعا أهم حاجة في كل ده اللي هي القبول. قبول وفي كاريزما، ده أكيد طبعا في وصول. ما فيش قبول مهما عملت. السينما بداية للانتشار في مجال التمثيل، ولا أنت شايف هتدعم دورك في الغناء؟ وهل أنت بتغني فعلا في الفيلم ولا لا؟ أنا بغني فعلا حقيقي، وهي هتدعمني في الغنى.